عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فاطمة البنا، طلبة الأول الإعدادي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيبقى معانا مراجعة مارس، يبقى مراجعة قوية جدا إن شاء الله. هنبدأها من كتاب التقييمات، مراجعة على يونتس 7 و 8 و 9. هنراجع فيها الفوكابس والجرامر بإذن الله. خليكم معايا. اللي فيه منا معاه كتاب التقييمات يا حبايبي إن شاء الله هنفتح على يونت 7. هنلاقي فيه في الأول activity 1 choose the correct answer from A, B, C, D or A, B, C or D. طيب الactivity الأولاني بيقول it's our duty to، وفي هنا space وهنا our ancient monuments. يعني إيه duty؟ كلمة duty معناها واجبنا، واجب علينا إن إحنا نعمل إيه؟ neglect نهمل، ignore نتجاهل، preserve نحافظ على، ولا refuse. فطبعا هنختار كلمة preserve معناها يحافظ على. مهم قوي نحفظ الفوكاب. يحافظ على يعني preserve، يحافظ على preserve. طيب the preserved، preserved يعني محفوظة. بما ان كلمة preserve يحافظ على يبقى preserved محفوظة. The preserved bodies of ancient kings and queens are called، احنا قلنا bodies معناها أجساد أو جثث. ancient kings الملوك القدماء والqueens are called اسمها ايه يا حبايبي؟ اسمها mummies يعني مومياوات، faces أوجه، statues يعني تماثيل، وكلمة clothes يعني ملابس. طبعا هنختار mummies اللي هي مومياوات. يبقى كلمة مومياوات تساوي كلمة preserved bodies. نقول تاني، كلمة preserve معناها يحافظ على أو يحفظ. كلمة preserved bodies معناها الأجسام المحفوظة، وتيجي بمعنى mummies. الاتنين بيتساووا في المعنى. برافو عليكم. Number 3 actors in historical movies. يعني ايه actors؟ act يمثل، يبقى actor ممثل. الممثلين في الأفلام التاريخية historical movies always و traditional بيلبسوا ايه؟ احنا عندنا كلمة wear، الفعل wear معناها يرتدي. الفعل ده مهم جدا هنستعمله كتير. wear التصريف التاني بتاعها wore، والتصريف التالت worn. wear wore. تمام. فهنا بيلبسوا traditional. كلمة traditional معناها ايه؟ معناها تقليدي. تقليدي يعني traditional. حلوة قوي. يا ترى بيلبسوا الناس اللي في الأفلام التاريخية زي بقى صلاح الدين والحاجات التاريخية دي بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا shirts قمصان، ولا costumes ملابس وأزياء بتتلبس علشان مناسبة معينة، حفلات تنكرية أو غيرها. jewelry مجوهرات، وكايس معناها فوضى. طبعا احنا هناخد costumes يعني ملابس. people can travel from place to another. طالما أنا هتنقل من مكان إلى آخر هستعمل different types of أنواع مختلفة منها clothes colors vehicles presents. هستعمل أنواع مختلفة من الفيكلز، والفيكلز دي هي المركبات، مش المركب اللي بتعوم في الماء. نو، مركبات يعني وسائل مواصلات، أي حاجة ليها عجلات، يعني أي حاجة you can ride it. yes. طيب بعد كده عندنا إيه؟ the synonym of gather. كلمة gather معناها يجمع. synonym يعني إيه حبايبي؟ synonym معناها مرادف. مرادف يعني نفس المعنى. نفس معنى كلمة gather is get together. very good. get together معناها يجمع. bring together يجمع. كلمة gather معناها يجمع. أوكي. بعد كده هنيجي للقطعة الصغيرة اللي فيها فراغات، ودي بيبقى فيها 4 فراغات. القطعة بتبدأ بكلمة people all over the world. all over the world معناها في جميع أنحاء العالم. الناس في جميع أنحاء العالم مالهم؟ watch the amazing pharaoh's golden parade. يعني إيه golden parade؟ الموكب الذهبي.
يبقى الناس حوالين العالم اتفرجوا على الموكب الذهبي اللي كانوا بيحكوا عليه في اليونت الأولاني، الموكب بتاع نقل المومياوات إلى متحف الحضارة. طيب طبعا الناس في جميع أنحاء العالم شافت إيه؟ شافت هذا الموكب وهذا الاحتفال الضخم. شافته فين؟ شافته on television or online، وشافته online على الإنترنت وعلى التلفزيون. The parade was not just الباريد، هذا الباريد ما كانش مجرد إيه؟ برافو، مجرد ceremony، مجرد احتفال. It was a message to the world، هو رسالة للعالم that Egypt has، إن مصر عندها إيه؟ نقط it's a history. هذا أنا عايز هنا بي أنا عايز تصريف تالت. إن مصر فين هنا التصريف التالت يا حبايبي؟ برافو عليكم، preserved. preserve نفس الكلمة اللي قلناها فوق، preserve معناها يحفظ أو يحافظ على، يبقى مصر حفظت it's a history، حفظت التاريخ بتاعها with نقط بإيه؟ with pride، بكل فخر. يبقى pride معناها فخر. احنا طبعا عندنا كلمتين، الناون pride والادجكتيف منها proud، وغالبا proud بيجي بعدها of. proud of معناها فخور بيه، وكلمة pride معناها الفخر، and this is a noun، ده الاسم ودي الادجكتيف. تمام؟ طيب it's a history with pride. Egypt will continue، مصر هتستمر في حماية continue، يأتي بعدها فعل ending with ing، يعني فعل ينتهي ing. it's هتحمي ايه؟ التراث بتاعها ولا البراود؟ اتفقنا ان براود هيجي بعدها of، لا هو هنا عايز هتحمي التراث بتاعها، يبقى heritage for future generations. يعني ايه generations يا حبايبي؟ اجيال، وfuture مستقبل، يبقى future generations الاجيال المستقبليه. بكده تبقى القطعة ديت ايه؟ خلصت. هنبص على حاجة تانية. البيج اللي بعدها، بسم الله. السؤال الأولاني بيقول archaeologists. What the meaning of archaeologist؟ archaeologist معناها عالم آثار. عالم الآثار بيهتم بالبحث عن الآثار ودراسة الآثار وحماية الآثار. تعال نشوف ايه الحكاية. Archaeologists are trying to، بيحاولوا ان هم نقض the old temples. بيعملوا ايه في old temples؟ restore، recycle، repeat، retain. طيب retrain، احنا عندنا كلمة ده prefix معناها بادئة، شاطرين، prefix معناها بادئة. prefix، كويس جدا. البريفكس ده بريفكس يا حبايبي معناها بداية. طيب البداية دي بتدي معنى ايه؟ احفظ معايا الكلمة دي لأنها مهمة. معناها again. يعني ايه again؟ يعني مرة تانية، يعني أنا بعمل الحاجة دي تاني. خلاص؟ عندي كلمة restore يستعيد، recycle يعيد، recycle معناها يعيد تدوير، repeat معناها يكرر، retrain معناها يعيد تدريب. طيب فأنا هاخد كلمة restore. أوكي؟ restore هي الإجابة الصحيحة. يعني إيه بقى restore يا حبايبي؟ معناها يستعيد أو يسترد. أوكي؟ طيب السؤال الثاني بيقول the monuments. اتفقنا إن كلمة monuments معناها الآثار. monuments معناها آثار. The monuments were made of stone. معمولة من الستون. stone معناها حجر. That not for centuries. centuries معناها قرون. الشاطر يقول لي القرن ده بيبقى كم سنة؟ Very good. سمع ناس بتقول 100. Excellent يا سنة أولى. يبقى the monuments الآثار were made of، صنعت من، مصنوع من الستون اللي هو الحجر، ذات يدوم. ما معنى كلمة يدوم؟ lost؟ لا، lost معناها يتوه، يخسر كده، يفقد شيء.
إنما كلمة last معناها continue، يعني يستمر. It means go on، يستمر. يبقى كلمة lasted for centuries يستمر لقرون. كويس. The streets were not with the fans receiving the winning team. receiving معناها مستنيين يستقبلوا الفريق الفائز. مين هم الفانز؟ المشجعين. يبقى الشوارع were not with مليانة صفوف، بيصطف فيها. مليانة ايه؟ مليانة صفوف. يبقى كلمة lined with، كلمة lined with معناها يصطف فيها أو فيها صفوف من الناس. Dead kings and queens. Dead kings يعني الملوك والملكات اللي هم متوفين. are not in royal tombs. احنا بندفنهم في مقابر ملكية. حلوة قوي. طيب بندفن يعني ايه؟ عندك الفعل bury. bury معناها يدفن. طب أنا عايزة أجيب الصفة من كلمة bury، هنعمل إيه؟ هقوم شايل الواي دي ومحولها إلى IED، يطلع في الآخر كلمة buried معناها مدفون. buried معناها إيه؟ مدفون. برافو عليكم يا سنة أولى. يبقى هنا الناس دي مالها buried يعني are buried يعني مدفونة in royal tombs. السؤال الأخير ذا وفي هنا space Egyptian museum. يعني إيه Egyptian museum؟ يعني المتحف المصري. is one هو واحد من the biggest museums in the world، من أكبر متاحف العالم. كويس. the ordinary ولا grand ولا great ولا normal؟ طالما هو من أكبر متاحف العالم يبقى أنا هختار كلمة كبير اللي هي كلمة grand. برافو عليكم. طيب grand Egyptian museum احنا هنا هنختار grand، فهي اختصارها جي وإي وإم، يبقى المتحف المصري جي إي إم. افتكر كده، جي stands for grand، يعني جي اختصار أو أول حرف من كلمة grand. Egyptian هناخد منها أول حرف الإي. museum أول حرف الإيه؟ الإم. so يبقى grand Egyptian museum الجي إي إم. كلمة grand كبير عكسها simple or small. حلوة أوي. هننتقل بعد كده لحاجة تانية. تعالى مع بعض نحل الري رايت ده. الري رايت ده حبايبي على قاعدة must و should. للتعبير عن الضرورة كنا بنقول لازم نعمل كذا، أو should يجب. لو أنا بقى بنصحك فأنا هستعمل كلمة should. لو أنا بقول لك ممنوع تعمل كذا فأنا هقول لك mustn't، أو غير مسموح إنك تعمل كذا. طبعا هي ليها إحنا كنا قايلين فيها فيديو، ممكن ترجع للفيديو بتاعنا إن شاء الله على الصفحة بتاعتنا. بيقول لك it's necessary for taxi drivers. مين هم التاكسي درايفرز؟ سواقين التاكسي. to hold valid driving license، إن يبقى معاهم رخصة ليها صلاحية. حلوة أوي. طيب كلمة must هنا بتساوي كلمة إيه؟ برافو عليكم. it's necessary to. it's necessary to. هنشيل دي كلها وهنقول طبعا must مش هنبدأ بيها. ليه؟ عشان الام ايه؟ small. فهنبدأ من عند التاكسي ايه؟ التاكسي درايفرز. التاكسي درايفرز مالهم؟ must hold وتكمل بقى valid ايه؟ driving license. السؤال اللي بعد كده students mustn't eat in the school library. هنحط خط تحت mustn't. ليه؟ عشان في عندك كلمة allowed. allowed معناها مسموح. لما أنا أجي أقول لك كلمة mustn't معناها ممنوع. ممنوع بتساوي ممنوع اللي هي كلمة mustn't هتساوي كلمة not allowed. not allowed معناها غير مسموح، صح كده؟ طيب يبقى أنا هنزل students زي ما هي، يبقى students مالهم؟ students ياخدوا is ولا are؟ هياخدوا are. students are. وبعدين not allowed مش مسموح ليهم to and allow يجي معاها to، يبقى are not allowed
to eat إن هم ياكلوا in the school library. ونكمل بقية الجملة عادي جدا. الجملة اللي بعدها it's important to من المهم أن wake up early to be able to catch the school bus. من الضروري إن إحنا نصحى بدري علشان نبقى نلحق الأتوبيس. طيب كلمة should هي it's important to. طيب الإس صغيرة يبقى إحنا مش هنبدأ بيها. طيب الكلام هنا موجه لمين؟ it's important to wake up يبقى موجه لحضرتك. طالما موجه لحضرتك فأنا هقول لك you should. برافو عليكم يا سنة أولى. يبقى أنا هنا هبدأ بإيه؟ هبدأ ب you should. يجب أن. طب should يجي وراها to؟ لا. المودلز الأفعال الناقصة must و should ما بيجيش بعدهم to. طيب كلمة wake هي المصدر فأنا عايز هنا مصدر. You should wake up. wake up إيه؟ wake up early to be able to catch the school bus. تمام؟ يبقى احنا هنعمل ايه هنا؟ هنشيل اللي بتساوي كلمة should. اللي بيساوي should اللي هي كلمة it's important to. ينفع نبدأ بشود يا ميس؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هي small ولو بدأت بيها يبقى بعمل سؤال. أنا هنا مش بعمل سؤال، أنا هنا بعمل إيه؟ بعمل جملة عادية فيها نصيحة. فأنا هنصح مين؟ هنصحك أنت لأن الكلام موجه ليك أنت فهبدأ بكلمة you. بعد كده question number 4 it isn't necessary for her to come early next Saturday. أنا هنا بتكلم عن مين؟ عن بنت فبقول لها ليس من الضروري إنك تيجي بدري next Saturday السبت اللي جاي. طيب يبقى أنا عايزة أقول ضروري ولا مش ضروري؟ مش ضروري صح كده؟ يبقى أنا بكلم مع مين؟ مع her. her دي اللي هي she صح كده؟ يبقى هبدأ بإيه؟ هبدأ بشي. المفروض ولا مش المفروض تيجي؟ يبقى she don't ولا doesn't have to. برافو عليكم يا سنة أولى. يبقى she doesn't have. نعمل كده she doesn't have to. ونكمل بقى come early next Saturday. طيب تمام أوي. نيجي للجملة اللي بعدها if I were you. أسلوب يستخدم في النصيحة. if I were you I would. الجملة دي جميلة جدا أنا بحب بصراحة. طيب if I were you I would. لو كنت مكانك كنت هعمل كذا. بيقولك استعمل should للنصيحة. النصيحة هنا موجهة لمين؟ موجهة ليك أنت. يبقى you إيه؟ you should. احنا اتفقنا ان كل الجزئية دي لحد would كل الجزئية دي بتساوي ايه؟ بتساوي كلمة should. يبقى you should make a study plan. study plan يعني تعمل خطة للمذاكرة. تمام؟ الجملة اللي بعدها it's obligatory for students. الكلام هنا موجه لمين؟ للتلاميذ. to wear their school uniform. لازم يلبسوا هدوم المدرسة. أنا ينفعش أروح المدرسة بجينز وما ينفعش أروح بحاجة تخالف الدريس كود. دريس كود اللي هي قواعد اللبس. طيب يبقى من الأوامر الخارجية اللي بستعمل فيها have to الحاجات دي. عندك الكلام موجه لستودنتس يبقى هبدأ بمين؟ هبدأ بستودنتس التلاميذ. have to wear their school uniform. لازم يلبسوا أهو have to wear their school uniform. تمام. هنيجي بعد كده نشوف بيجي تانية. يلا بينا بسرعة كده بنقول and وفي هنا فراغ is a public display. هو عرض عام of objects or artworks. عرض عام للارت works. يبقى ده اسمه exhibition. يعني ايه exhibition؟ معناها معرض. برافو. number 2 the new administrative capital is a symbol of national. قلنا التركيبة دي على بعضها symbol of national pride. يعني رمز للفخر القومي. pride معناها فخر. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري ماله؟
is a knot of history and technology. هو خليط. يعني ايه خليط؟ يعني blend. برافو يا سنة أولى. The world sees the GEM. العالم شايف. Okay. The world sees the GEM as. الناس شايفة المتحف المصري الكبير ده شايفينه ايه؟ قالك as the largest museum for single civilization. لحضارة واحدة. Single civilization. Number 5. Famous museums often have. المتاحف المشهورة. كلمة famous يعني well known. Very good. Well known يعني معروف. قالك المتاحف المشهورة بيبقى عندها نقط سنتر. مركز للمحافظة. اوكي. سينما وبيبقى عندها library. يبقى عندها conservation center. Very good. conservation center يعني مركز للمحافظة. بعد كده سؤال الفيلنج جابس بتاعنا أو أكمل الفراغات. السؤال ده حلو جدا. What makes the Grand Egyptian Museum special is its blend of. هو لسه قايلينها هو mix خليط بيه ايه مع التكنولوجيا. التكنولوجيا مع ايه؟ مع التقاليد. Very good. يبقى tradition. This is number 1. بعد كده interactive ايه؟ هنلاقي جواه interactive. interactive معناها تفاعلي. في ايه؟ يعني ايه تفاعلي؟ يعني في تفاعل ما بيني وما بين الشاشة. انا مثلا بستعمل حاجة بتسألني أسئلة، احنا الاتنين بنجاوب على بعض. يبقى interactive ايه يا ولاد؟ interactive displays يعني عروض تفاعلية. 3D models and digital guides allow visitors. بتسمح للفيزيتورز allow صاحبتها to. على طول allow يجي معاها to. allow to visitors to بيسمح لهم ان هم يعملوا ايه؟ ancient Egypt in a different way. ان هم يعملوا ايه؟ explore workshops important. انا هنا محتاج ايه؟ محتاج صفة ولا اسم ولا مصدر؟ very good. انا هنا محتاج ل infinitive. محتاج مصدر يبقى explore. إن إحنا نستكشف ancient Egypt in a different way. The GEM also includes a conservation center, library, cinema, and spaces for وأماكن لإيه and culture events. وأماكن للإيه؟ للورش. برافو عليكم. للworkshops. البيج اللي بعدها. طيب بيقول crowds of people gathered. برافو عليكم. مين؟ برافو. كلمة gather خدناها قبل كده. gather معناها get together. معناها bring together. معناها يجمع. حلو. in the square. هي كلمة square معناها ايه حبايبي؟ square دي معناها مربع. لا هو هنا عايز ميدان مش عايز مربع. to watch. الناس الكراودز الحشود اتجمعت في الميدان علشان ايه؟ to watch the golden parade. عشان يتفرجوا على الموكب الذهبي. Number 2. الجينز والسنيكرز are not according to the dress code. يعني طبقا لقواعد اللبس هو مسموح ولا ممنوع؟ في هنا ايه؟ خلي بالك not ايه؟ not allowed يعني غير مسموح. wedding يجي معاها ceremonies على طول. احتفالات الزفاف differ from تختلف عن a country to another من بلد لأخرى. rewrite the following برضو أسئلة على الجرامر. smoking isn't allowed. اتفقنا إن isn't allowed هي mustn't. بيقول لك إن التدخين ممنوع في المستشفيات. أنا الكلام موجه لمين؟ موجه ليك صح كده؟ يبقى you mustn't smoke. برافو عليك. you mustn't smoke. You mustn't smoke in hospitals. Okay. Number 2. It's important to. من المهم أن. الكلام موجه مين؟ لحضرتك. يبقى you should. إيه يا ولاد؟ You should organize your time wisely. يجب أن you should organize. طيب أتمنى إن إحنا نكون مش ماشيين بسرعة يا سنة أولى. إن شاء الله
كده تبقى الدنيا جميلة ومركزين، اوعى تروح في حتة. طيب the history هنا هنختار the history culture traditions، تاريخ الثقافة التقاليد بتاعة البلد. اسمها ايه؟ الحاجات دي كلها اسمها ايه؟ اسمها review heritage cinema theater. اسمها heritage. يعني ايه heritage؟ إرث. Number 2 archaeologists. أنا قلت لك archaeologists معناها إيه؟ معناها علماء الآثار have to protect، لازم يحموا، مفروض عليهم إن هم يحموا ancient إيه؟ carefully. علماء الآثار يبقى يهتموا بالإيه؟ برافو عليك، بالآثار. اسمها إيه؟ artifacts. طب يا ميس لو أنا لقيت كلمة monuments الآثار عموما it's okay. The Grand Egyptian Museum is considered يعتبر a link. كلمة link معناها رابط. link يعني رابط between Egypt's great past الماضي العظيم المصري و its not future. أنا بوصف الفيوتشر بتاع مصر بالpromising. إحنا يا جماعة في أعظم بلد في العالم، في أعظم بلد في العالم مصر. طيب rewrite the following أسئلة على الجرامر. My advice is to، أنا بنصحك إنك تعمل كذا. الكلام موجه لمين؟ ليك أنت، يبقى you should. You should. You should إيه؟ You should اوعى تكتب to، لأن إيه؟ should و must ما بيجيش بعدهم to. مين اللي صاحبتهم to بتيجي بعدهم؟ عندك have و has. have to و has to. هنا بقى بنقول you should، أنا كده محتاج للمصدر. فين المصدر عندي؟ have a study timetable. لازم يبقى عندي جدول مذاكرة، يبقى هنكتب هنا have وتكمل عادي جدا. Number 2 you are not allowed to، دي بتساوي كلمة إيه؟ mustn't. خلي you زي ما هي واستعمل كلمة mustn't وانزل بالمصدر من غير to. talk while the teacher is working in class. ينفع أتكلم والمدرس شغال؟ No، اوعى تعمل كده. You mustn't talk وكمل الجملة عادي جدا. بعد كده عندنا في choose تاني. تعال نشوف التشوز الجميل ده. أتمنى تكون بتستفيد يا سنة أولى. It's expected، من المتوقع that the GEM، احنا قلنا GEM means Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير وفيه هنا space a big number of artifacts. هيستضيف. عندنا كلمة house. house يا حبايبي لو هي جت فعل معناها يستضيف، هيحتوي على. طيب انما لو هي اسم هو الهاوس، البيلدينج اللي انت عايش فيه، المبنى. نمبر 2 في عندنا كلمة معناها people's way of life، طريقة حياة الناس. طريقة حياتهم، يبقى دي برافو عليك customs يعني عادات. اوعى تروح تختار costumes. احنا كلمة costumes اللي هي الملابس اللي بنلبسها في ملابس في مناسبات. ملابس بنلبسها في ملابس. طيب بنلبسها في مناسبات ايه؟ في حفلات تنكرية، في مناسبات خاصة. This is costumes but this is customs. customs يعني عادات. طب مين الشاطر اللي يقول لي عاداتك انت الشخصية اسمها ايه؟ excellent، اسمها habits. برافو يا سنة أولى. during the parade، during معناها أثناء. خلي بالك علشان احنا بنكتسب حصيلة لغوية من كتر حل الأسئلة. أثناء الباريد، أثناء الموكب. يا ترى الشوارع هيبقى شكلها ايه؟ قالك the streets were not with proud Egyptians، مليانة مصريين فخورين باللي بيحصل، بالحدث اللي بيحصل. يبقى ايه؟ lined with. كلمة lined with معناها يصطف، يعني فيه صفوف. اوكي. أسئلة الريرايت it's very important to wear your. يبقى أنا هنا بكلمك أنت صح كده؟ يبقى هبدأ you. have to يجب أن. يبقى من المهم إنك تلبس هدوم المدرسة أو ملابس المدرسة school uniform. يبقى you have to wear your school uniform. You have to wear. وكمل عادي كده. I advise you not to. أنصحك إنك ما تعملش. الكلام لمين؟ كلام ليك أنت، يبقى you shouldn't. You shouldn't. وانزل بالمصدر من غير to. You shouldn't talk loudly during a class. Okay؟ طيب
ما شاء الله. People who don't think about other people's needs or feelings. الناس اللي ما بتفكرش إلا في نفسها، مش بتفكر في النيدز والفيلينجز. نيدز يعني احتياجات، وفيلينجز يعني مشاعر بتاعت الآخرين. يبقى دي اسمها ايه؟ الناس دي اسمها ايه؟ اسمها أنانية. برافو عليك. اسمها selfish. طيب the middle son، الابن الأوسط. not at the old man. ايه ده ستوري اهو، قصة. and walked away. الابن الأوسط لما قابل الراجل العجوز الأولد مان في الغابة، عشان كان رايح هو هناك يقطع خشب، قابل راجل عجوز طلب منه انه يديله شوية من الفود بتاعه والووتر. الولد عمل ايه؟ سخر منه وضحك عليه ومشي. يعني ايه بقى يضحك على او يسخر من؟ laugh at. يبقى laugh at معناها يسخر او يضحك على. Number 3 the youngest son's heart. خلي بالك ان الستوري عندك كلها بتاعت الجولدن جوس بتحكي قد ايه انه الكايندنس مهمة to be rewarded. هي لوحدها كفاية انك تبقى طيب وعطوف. ده يعني سبب كافي ان الناس تحبك، وانه يعني يبقى له بتبقى دافع لان في خير كتير بيجيلك. وده اللي فعلا حصل فين؟ حصل في الستوري بتاعتنا ان داملينج هو اليونجست سان، الابن الاصغر اللي اخواته كانوا بيعتقدوا ان هو يعني اخرق، بيقولوا عليه بهلول في الترجمه بتاعته. كانوا بيقولوا عليه ان هو انت بقى اللي هتروح تجيب الخشب، فكانوا بيضحكوا عليه. وفعلا الصغير ده علشان هو قلبه طيب هو فعلا فاز بمكافآت وعمل مغامرات حلوة جدا طول الستوري بتاعته. المهم فاليونجست سانز هارت اللي هو مين يا حبايبي؟ القلب بتاع الولد الأصغر was full of، كان مليء بإيه يا ولاد؟ بالكايندنس. يعني إيه كايندنس؟ عطف أو طيبة. افتكر معايا إن كلمة نس الجزء اللي في الآخر ده السافكس ده يحول الصفة إلى اسم، يحول الصفة إلى اسم. very good. تعال ناخد طيب آخر تشوز على lesson على unit 7، ويبقى كده تقريبا غطينا أهم الفوكابس اللي موجودة في اليونت دي. The opening of the World Cup، افتتاح كأس العالم في قطر 2022 was not event. أنا عايزة أقول حدث رائع. برافو عليكم. سامعة كلمة breathtaking. breathtaking يعني يأخذ الأنفاس من حلاوته وجماله. فعلا كان حدث مميز. People write advice blogs، بيكتبوا بلوجز فيها نصائح to tell other people how to do things. يعني أنا مثلا دلوقتي رحت مكان، بعد كده هرجع أقول بقى المكان ده المفروض يا جماعة اللي يروحوا يعمل كذا كذا كذا، فأنا هوجه الناس وهنصحهم إن لما تروح المكان ده عشان تستفيد أكتر استفادة من المكان ده لازم تتبع النصائح التالية. فهقول مثلا in a not and respectful way. طبعا respectful دي ايه؟ adjective، فأنا هنا هبقى عايز adjective برضو زيها بسبب وجود and في النص. أدور على صفة كلمة safe. In a safe and respectful way. All Egyptians should visit the Grand Egyptian Museum to learn about the wisdom. Oh my God. Wisdom احنا عندنا كلمة wise. wise معناها حكيم. تعال زود لها السافكس ده dumb. wisdom تبقى الحكمة. يبقى أنا كده عملت الإيه؟ الnoun. Very good. طيب wisdom of our what? Of our ancestors. يعني إيه ancestors؟ يعني أسلاف أو أجداد. يبقى الإيجيبشيانز كل المصريين لازم يزوروا المتحف المصري عشان يعرفوا إيه؟ عشان يعرفوا to learn about، عشان يتعلموا عن wisdom of our ancestors. Number 4. When we visit a museum، لما نيجي نزور متحف،
ايه اللي بيحصل؟ قال لك we have to، عايزين مصدر the monuments. المونومنتس دي الآثار. هنعمل ايه في الآثار؟ لازم نحترم الآثار. تمام؟ يعني ايه نحترم؟ respect. تمام؟ ما ينفعش respects ولا respected ولا respectful. ليه؟ لأن اتفقنا إن إحنا هنا بعد have to أنا عايز infinitive، أنا عايز مصدر. مصدر يعني إيه يا حبايبي؟ ها؟ برافو، سامعة ناس بتقول فعل بدون أي إضافات. excellent. طيب بعد كده number 5 visiting the civilization museum، متحف الحضارة. طبعا اللي إحنا نقلنا له إيه؟ المومياوات. أوكي. Give me the chance، اداني الفرصة to the greatness يعني روعة أو عظمة of Egypt with my eyes، هشوف بعيني. يعني ايه أشوف بعيني؟ كلمة يشهد يعني witness، دي verb ها، عشان ما حدش يقول لي انت لسه قايله ان نس دي بتعمل الاسم. اوكي، هنا witness يعني يشاهد. طيب الريرايت ده جميل جدا. تعالى بص كده بيقول ايه؟ بيقول I think museums are very important. I think أعتقد هي in my opinion في رأيي. in my opinion في رأيي. مش بعد بقى in my opinion تكتب I think، لا احنا كده هنلغي مين؟ I think. in my opinion في رأيي، ونكمل museums are very important يعني المتاحف هامة جدا. السؤال الثاني بيقول his heart is full of kindness، يعني قلبه مليء بالعطف أو الطيبة. فاحنا عايزين نوصف الراجل ده ونقول إن هو رجل عطوف، يبقى he is kind. I am very proud of our great history. أنا فخور بالتاريخ العظيم بتاعنا. يبقى التاريخ العظيم ده بيملأني فخر. يبقى our great، يبقى هنقول our great نمسح دي. اوكي. our great history، التاريخ العظيم بتاعنا ماله؟ fill me with pride، يملأني فخر. fill me with pride. نقول الجملة دي تاني، بنقول I'm very proud of our great history. احنا عايزين نستعمل كلمة pride، هنقولها تاني. يبقى our great history fills me with pride. fills me with pride يعني يملأني فخر. Okay. My friend suggested visiting the Alexandria Library، يعني صاحبي اقترح ان انا ازور مكتبة الاسكندرية. advised معناها نصح. اوكي، يبقى my friend بدل اقترح هقول نصحني، يبقى advised نجيب من الاول، هقول my friend صديقي عمل ايه؟ صديقي advised نصحني أن، عايزين to المصدر to visit إني أزور مكتبة الأسكندرية. طيب بعد كده هنيجي على يونت 8. بسم الله. كل اللي فات كان يونت 7 يا حبايبي، أتمنى تكونوا استفدتوا من الجزئية اللي فاتت. يونت 8 بيقول a doctor's job is to، هي وظيفة الدكتور إنه يعمل إيه؟ not care of. بص أنت عندك في حاجة اسمها take care of، يعتني بيه. وخلي بالك عشان دي من الحاجات المهمة وهتتكرر معانا كتير. take care of هي care for، هي look after. look after يعتني بيه، care for يعتني بيه، take care of معناها يعتني بيه. My parents are always concerned not providing us
with our needs. كلمة concern about معناها مهتم بيه. الناس دي مهتمية بإيه؟ بإنها تزودنا بكل احتياجاتنا. أوكي؟ يبقى concerned about providing us with all our needs. Reading plays an important تلعب. القراءة تلعب إيه؟ تلعب دورا هاما في حياة الناس. طبعا القراءة حبايبي بتبني الشخصية. من غير قراءة ما يبقاش عندك شخصية قوية. تمام كده؟ فإحنا عندنا كلمة رول معناها دور. خلاص؟ وكلمة رول معناها قاعدة. خلاص؟ طب أنا هنا هستعمل إيه؟ هستعمل بتلعب قاعدة مهمة ولا بتلعب دور مهم؟ دور. خلاص؟ فأنا عندي كلمة إيه؟ كلمة قاعدة أنا مش عايزاها، فأنا عايز كلمة role يعني دور. في بعد كده بيقول لك نقط means kind and helpful to others. هو طيب ومتعاون مع الآخرين. يبقى ده شخص selfish؟ لا، احنا خدنا في اليونت اللي فاتت ان selfish معناه أناني، لا يهتم بالنيدز والفيلينجز بتاعت الآخرين. هنا بقى ده شخص إيه؟ caring. يعني إيه caring؟ مهتم، رحيم، عطوف. اوكي، caring person. بعد كده الجملة اللي بعدها بيقول بسم الله، بيقول ندى وفي هنا space her young sisters while her parents are out. طب لو أنا الكبير في عيلتي وماما وبابا مش موجودين، أنا هاخد بالي من إخواتي الصغيرين. طيب يعني إيه يهتم بإخواته الصغيرين؟ baby sit. baby sit يعني يجالس، هيقعد معاهم. طيب الشخص بقى baby sitter هو الشخص اللي بيقعد مع الأطفال. طيب تعالوا نحل choose. when I argue يتجادل. خلي بالك discuss يناقش، هناقش حد هقبل رأيه، هنتكلم بهدوء. إنما argue تحس إن فيها شوية عنف كده، بحاول إن أنا على طول أثبت إن أنا اللي صح، فتحس إن فيها زي شوية في حدة عن الدسكشن. yes. فكلمة argue with يعني إيه argue with؟ معناها يتجادل مع. my elder brother I always speak politely. بس أنا على طول بتكلم politely بأدب. my role at home اتفقنا إن كلمة role معناها دور. طيب my role at home includes بتشمل not the dishes every Monday and Thursday. احنا هنعمل ايه في الديشز؟ هنغسلها صح كده؟ dishes اللي هي الأطباق، يبقى washing. number 3 not the cat. أنا هنا هأكل القطة ولا أنا اللي هاكلها؟ eat معناها يأكل. أوكي؟ eat the cat ولا feed the cat؟ feeding the cat. getting و playing طبعا مش هينفع. if my mom asks me to do anything at home. لو ماما سألتني أو طلبت مني إن أنا أعمل أي حاجة في البيت، I do it without بعملها بدون إيه؟ hence tools conditions sign بدون شروط. حاضر يا ماما، نفذ على طول. آخر واحدة when there is an argument لما بيكون في جدال. argument هي الاسم من كلمة argue. احنا لسه قايلين فوق argue اللي هي بيجي معاها كلمة ايه؟ بيجي معاها حرف الجر with. تمام؟ طيب لما بيكون في argument we ask dad. احنا بنطلب من بابا ان هو leave يغادر، decide هو اللي يقرر يحكم ما بيننا، refuse يرفض، ولا try يجرب. كلمة decide معناها يحكم ما بيننا. يلا بينا على الجزئية بتاعة الجرامر. This book belongs to me. عندك بقى unit 8 وunit 9 دول كلهم على الملكية. خد بقى صفات ملكية وضمائر ملكية، اس الملكية، الأفعال اللي بتدل على الملكية، ازاي استعمل of، كل المجموعة دي. يبقى اليونت دي واليونت اللي بعدها كلها بتتكلم عن الملكية سنة أولى. ومش قادرة أقولك قد إيه الدرس ده مهم وخطير ولازم تتدرب عليه كتير جدا as much as you can. طيب this book belongs to me. belongs to me يعني يخصني. بما إني هقول إن الكتاب ده بتاعي، خلاص، فأنا هقول
إن كلمة my دي صفة ملكية. الكتاب هيجي بعد كلمة my بما إنها صفة. ليه؟ لأن الصفة تحتاج لاسم. طيب هل أنا هبدأ بماي؟ لا، عامل ام سمول، لا مش هجيب ماي، فهو مديني اسم إشارة يبقى this. أقول إيه؟ this book؟ لا أنا book جبتها خلاص يبقى this is. This is my book. هذا كتابي. طب يا ميس فكرينا بصفات الملكية. صفات الملكية حبايبي هي صفة يأتي بعدها اسم. I الصفة منها my. he his. خلاص؟ وأنا عايزة أقول لك إن his دي فيها إشكالية. his دي شبه صفة الملكية وضمير الملكية. هتبقى على حسب. فأنت ممكن تحلها على الاتنين. she صفة الملكية منها her. it صفة الملكية منها its. you صفة الملكية منها your. we our. وزي their. انت شاطر وبتتفرج على الحلقة بتاعتي، ورقة وقلم معاك، لازم ورقة وقلم معاك يا سنة أولى. ولو انت معاك كتاب التقييمات ممكن تطلع البيجز اللي انا شغالة فيها وتشتغل معايا، ولو في نوتس اي ملاحظات ولا حاجة هتعمل لها هامش كده على جنب وتبدأ تكتب ايه فيها. طيب يبقى دي صفات الملكية. نتفق مع بعض ان صفة الملكية تحتاج الى اسم، يعني الاسم مش هيجي قبلها، هيجي بعد الصفة. طيب I own، احنا قلنا has و own وpossess. انا عايزاك تحفظ يا سنة اولى. وpossess كل دول يدلوا على الملكية، معناها يملك. معناها ايه؟ يملك. I own these two pens. انا املك القلمين دول. بعد كده قال لك استعمل كلمة mine. mine ملكي. طيب mine هيجي بعدها اسم؟ لا مش هيجي بعدها اسم، انا مش محتاج للاسم، انا ضمير. اوكي، يبقى الاسم هيجي قبلها. طب فين الاسم اللي انا بملكه؟ التو بنز. يبقى انا هبدأ بايه؟ بالتو بنز. يبقى التو بنز مالهم؟ are mine. يكونوا ايه؟ يكونوا ملكي. دي الجملة دي يا ولاد. This house is theirs. theirs مفيش بعدها اسم، اذا دي هيبقى ده ضمير ملكية. ليه؟ لان زير اللي من غير اس في الاخر دي صفة ملكية هتحتاج بعدها اسم. طيب زيرز يا ولاد هتحتاج بعدها اسم؟ لا، عشان هي ضمير. برافو عليك. This house is theirs. عشان كده الهاوس جه في الاول. هو هنا بقى مش عايز ايه؟ مش عايز نستعمل زيرز، عايز ان احنا نستعمل زير. طب هل قال لي ابدأي بيها؟ لا. طب يا ميس عرفتي منين؟ علشان التي هنا small. انا هنا بتكلم عن their house. حلو كده؟ their house بيتهم. طيب هجيب مين في الأول؟ هنجيب this. أنا خلاص خدت مين؟ خدت house. يبقى this إيه؟ this is. وطبعا هشيل theirs. يبقى this is their house. آخر واحدة this is علي's car. دي العربية بتاعت علي. يبقى العربية دي belongs to علي. تمام كده؟ فاحنا لما يبقى عندنا verb to be بتشيله بكل سهولة وتحط مكانه belongs to، لأن belong to فعل و is فعل، فمش هحط الفعلين في جملة واحدة. نشيل is نحط belong to. يبقى أنا هقول إن هذه السيارة this car. هذه السيارة. ينفع يا ولاد أقول this is؟ غلط. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن احنا هنشيل is وهنستعمل مكانها belongs. مين اللي بتخص هذه السيارة؟ يبقى this car belongs to مين؟ to علي. very good. بعد كده the blue bag is سالز. سالز هنا معناها ملك لسالي أو بتاعة سالي. خلاص؟ هي إيه اللي بتاعة سالي؟ البلو باج. هو بيقول لك استعمل كلمة هاز. فاكر هاز اللي أنا قلت لك معناها يملك؟ أنا ممكن أقول سالي تملك شنطة زرقاء. فأنا هكتب كده طبعا سالي في الأول، وبعدين هقول has a blue bag. This is my uncle's villa. قلنا is موجودة مع belongs to ما ينفعوش. belong هتيجي تمشي مين؟ هتيجي تمشي is. belong to ينتمي إلى أو يخص فلان.
هو ايه اللي بتخص my uncle؟ الفيلا، يبقى this villa. this villa، الفيلا دي مالها؟ belongs to، تخص مين؟ تخص my uncle. belongs to my uncle. برافو. هناخد تاني مجموعة من اللي choose. One of the most popular وفي نقط for Egyptian families is to have فلافل for breakfast. بيتناولوا ايه على الفطار يا ولاد يوم الجمعة؟ بيتناولوا طعمية. وفلافل دي من التراديشنال ديشز اللي موجودة عندنا، من الأكلات التقليدية، وهي حلوة في ايه؟ ان هي بتدينا energy. طيب فبنقول عليها one of the most traditions ولا festivals ولا days ولا feasts. هي الفلافل دي ايه؟ الفلافل دي طعمية. طب دي تبقى ايه يا ولاد؟ تبقى من التراديشنز، البوبولار traditions for Egypt، من الحاجات التقليدية عندنا أكل الطعمية دي يوم الجمعة. نقط party is a special celebration planned secretly. تم التخطيط له بطريقة سرية. احنا دلوقتي عايزين نعمل عيد ميلاد لحد وهو ما يعرفش، فهنعمل له حاجة اسمها surprise، هنعمل له مفاجأة. طيب number 3 on the 1st of October، في أول شهر أكتوبر من كل عام every year ونقط my mom's birthday، بنحتفل بعيد ميلاد أمي. كلمة يحتفل يعني إيه؟ celebrate. Number 4 we usually put نقط colorful balloons. إحنا بنعلق balloons. يعني إيه يعلق؟ put up. احفظ الفعل ده put up. put up معناها يعلق. Children play football in the، هنلعب كورة فين؟ of their houses، في الباك يارد، في الحديقة الخلفية للمنزل. يبقى باك يارد معناها حديقة موجودة في الباك سايد of the house، في الجزء الايه الخلفي للمنزل. تعالى ناخد واحدة فعل جابس. Every family has its own stories and customs and ours are no different. ايه ده الجملة دي؟ تعالى نشوف كده. كل عيلة عندها ايه؟ عندها its own stories، عندها القصص بتاعتها وعندها العادات بتاعتها. خلاص؟ and ours، والعادات والقصص بتاعتنا are no different، لا تختلف عن ذلك. يعني احنا كمان عندنا قصص وعادات. طيب عيلتنا بقى، هبدأ أتكلم عن عيلتي. أقول our family loves spending time together and creating beautiful ايه؟ بيحبوا يقضوا وقت مع بعض ويعملوا ايه جميلة؟ هيعملوا memories، ذكريات جميلة. Our favorite ايه happens every Friday. Our favorite ايه tradition، التقليد بتاعنا بنعمله كل يوم جمعة. when the whole family، لما العيلة كلها gathers، بتتجمع at my grandmother's house، في بيت جدتي for a big lunch، بيعملوا غدا كبير في بيت الجدة. grandmother cooks her famous chicken and rice، جدتي بتعمل الفراخ والرز اللي هي مشهورة بيهم. and everyone brings something special، كل واحد بيجيب شيء ايه مميز. تمام؟ طيب اتمنى تكونوا متابعيني ومستفيدين يا سنة اولى ان شاء الله. ما فيش حد سرحان، ما فيش حد نايم، ما فيش حد طهقان كده. ركز معايا بقى. we often laugh، احنا عندنا يسخر من او يضحك على. فاكر الولد الوسطاني ده اللي هو الميدل سان عمل ايه للاولد مان؟ laugh at the old man. يبقى كلمة laugh at دي احنا خدناها في اليونت اللي فاتت، كلمة مهمة جدا. laugh at معناها يضحك على او يسخر من. not are the jobs or parts people have in a family or a group. الوظيفة اللي انت بتعملها في وسط العيلة دي اسمها ايه؟ اسمها دور، يبقى roles. طيب the word prepare، كلمة prepare is a verb. prepare معناها يحضر، يبقى الكلمة دي ايه؟ فعل. بينما
preparation حطيت لها TION في الآخر، يبقى أنا عملت منها إيه؟ برافو عليك، وعملت النون. يبقى النون هنا بيتكون بإضافة السفكس TION. preparation حطينا بقى الإيه؟ السفكس ده. قاعد استخدام الكلمات اللي ما بين الأقواس، بيقول لك these bags are hers. حلو قوي، شفنا are وشفنا belongs to هتزيح مين؟ هتزيح are. يبقى these bags هذه الحقائب بتعمل ايه يا ولاد؟ belong. هي المفروض بقى تبقى ايه؟ bags جمع، فهنا كده مش هيبقى فيه اس، يبقى belong to hers. طيب احنا هنقول belong to her بقى، عشان مش هينفع to hers، لان انا عايز بعد belong to يا اما اسم يا اما ضمير مفعول، فانا مش هينفع ان انا استعمل hers. Number 2 I possess. فاكر possess؟ نقول تاني possess بتساوي have، بتساوي own. ادي كلمة possess معناها يملك. these books انا امتلك هذه الكتب، فانا عايزة اقول كلمة ملكي. ملكي يا ولاد الاسم هيجي قبلها عشان هي ضمير ملكية. طب مين الاسم عندي هنا؟ these books، يبقى هنبدأ بكلمة these books. هذه الكتب is ولا are mine. very good. اللي بعد كده يا رب ما تكونوا سرحانين يا سنة أولى، كله يبقى مركز معايا. طيب the word care. كلمة care يعني ايه care؟ رعاية، اهتمام. is a verb. لا ده هو هنا عايزها ايه؟ هو عايزها verb. قال لك كلمة care ده ايه؟ ده فعل. while بينما الصفة is cares, caring, carefulness, caution. caring. احنا لسه كنا قايلين كلمتين، كلمة selfish فاكرها؟ وقلنا عكسها كلمة caring. caring معناها عطوف أو رحيم أو مهتم بالآخرين. أوكي؟ مهتم بالآخرين. يبقى كلمة caring اللي آخرها ing هي الصفة من الفعل care. To not means to repair. repair يعني يصلح. repair يصلح. عندك كلمة repair يصلح بتساوي كلمة mend بتساوي كلمة fix، كلهم نفس المعنى. repair to make something work again، يعني أنا هخلي الحاجة تشتغل مرة تانية، يبقى هستعمل كلمة fix. Number 3 I agree to not the dishes every day without conditions. without conditions يعني بدون شروط. أنا هعمل إيه؟ في عندك paint ودو وسبويل هكسر الأطباق وديرتي قذر. يبقى أنا وافقت إن أنا أدهن الأطباق. هتدهنها إيه يا حبيبي؟ do the dishes. yes very good. do the dishes يعني wash the dishes. أساسا هي كانت do washing up. do the dishes هي wash the dishes. do هنا بتساوي wash. بقى في زحمة هنا كتير على البورد. خلاص this is wash. okay. طيب that car belongs to them. العربية دي تخصهم هم. عايز نستعمل their أبدا مش هجيبها في الأول. ليه؟ لأن التي هنا silent. أنا بتكلم على their إيه يا حبايبي؟ their car. العربية مالها؟ أدي خدنا their وخدنا car. طب و belongs to هتمشي طبعا، يبقى that is هذه تكون. belongs to تمشي يرجع verb to be. verb to be موجود وأنا عايزة أستعمل belongs to، هشيل verb to be الار و is وهحط مكانها belongs to. okay. he owns a flat in Alexandria. هو بيملك شقة. flat معناها شقة في اسكندرية.
فبيقول استعمل هيز. واخد لي بالك بقى ان هيز الاتش كابيتال، يعني كده هبدأ بيها. يبقى هيز ايه اللي هو بيمتلكه؟ هيز فلات، الشقة بتاعته مالها is تكون فين؟ in أليكس، موجودة في الاسكندرية. اوكي، الاسكندرية مدينة جميلة. اوكي. on Christmas في عيد رأس السنة people في هنا space handmade gifts، يعني ايه يتبادل؟ انا عايزاك بقى تحفظ كلمة exchange دي هي وسواب. الكلمتين دول يا حبايبي ليهم نفس المعنى، exchange swap. exchange handmade gifts يعني يتبادلوا الهدايا اللي هم عاملينها بايديهم. اوكي. في ناس بتبقى شاطره في البيبر كرافتنج اور كرافتنج وذ بيبر، انها بتعمل حاجات بالورق، في ناس فنانه في الحاجات دي. فتبدا تعمل ايه بقى يا سنه اولى؟ انت مثلا هقولك ممكن تعمل صاحبتك او تعمل صديقك، تعمل ايه؟ تعمل زي هارت كده، والهارت ده بيتفتح خلاص ومكتوب عليه اساميكم من جوه، او لاف وورد، كلمه فيها حب او تعبير عن الامتنان او الشعور الطيب تجاه زميلك. فانت ممكن تعمل دي، تبقى جيفت حلوه. ويا سلام بقى لو كانت الجيفت دي بقى تفتحها كده فيها فلوس بقى ولا حاجه حلوه جوه، ده تبقى 100 100. خلاص صاحبك يتبسط او يدعي لك. طيب فهنا كلمة exchange معناها ايه يا حبايبي؟ exchange معناها يتبادل. so انت تتبادل يعني take something and give something else you know. يبقى عندنا كلمة exchange بتساوي swap، الاتنين نفس المعنى. we often bring fresh bread. الفريش بريد ده حاجة فريش يعني طازة، ولما اقول على المية انها فريش تبقى مية عذبة. اوكي. طيب واقول على الهواء انه فريش يعني هوا نقي. fresh bread from my uncle's what؟ هو العيش ده انا هجيبه منين يا حبايبي؟ من البيكري، من الايه؟ المخبز. اوكي. يا رب تكون لسه مركز يا سنة أولى ما نمتش مني. طيب بص يا حبيبي، the word safely، احنا عندنا كلمة safe يعني آمن. when I say in a safe way، فاكر؟ خدتها في اليونت اللي فات، in a safe and respectful way. كلمة safe معناها آمن. أنا همسك safe دي، الصفة دي هزود لها ly to express what، عشان أعبر عن إيه؟ ly أنا بحطها في آخر أو في نهاية الصفة عشان أعبر عن الظرف أو الحال. بكون غالبا بوصف يا إما صفة تانية أو بوصف فعل. تعال نشوف إزاي. كلمة safe هنزود لها ly السافكس دي، فأنا هحولها لادفيرب. يعني ايه ادفيرب؟ ظرف أو حال. فقال لك safely هي adverb، بينما ايه is a noun. الاسم منها ايه يا حبايبي؟ safety. safety يعني الأمان أو السلامة. rewrite she has a famous shop in Cairo. هي عندها محل مشهور في كايرو. ابدأ بher. حلو أوي. يبقى her ايه؟ هي ايه اللي بتملكه يا ولاد؟ المحل. يبقى her shop المحل. يا ميس استني، ده في هنا كلمة famous، اصبر انت. her shop is in Cairo، أو her shop is famous. ما شاء الله على الخط. her shop is famous. القلم زعلان مننا. ممكن أقول her، دي أحسن واحدة، her famous shop. famous قلنا يعني well known. المحل المشهور بتاعها يكون فين؟ is in Cairo، في القاهرة. اوكي. هنيجي البيج تانية. خلي بالك ان احنا لسه فين؟ احنا لسه بنراجع يونت 8. ركز معايا. not means to want to have more of something than. بص كده، more than أكتر من what you really need. يعني أنا بشبع من ساندويتش واحد.
جيت كده لقيت ايه بقى الاكل حلو وجميل، فايه بقى اخد بقى سندوتشين وثلاثة واربعة حد لما معدتي تتعب. ده اسمه جشع. خلاص، يبقى طالما انا عايز اكتر من اللي انا احتاجه ده اسمه جريد. يبقى جريد معناها ايه؟ جشع. الكلمة دي هتلاقيها موجودة عندك في الستوري. ان الفندق اللي كان نازل فيه دامبلينج هو والجولدن جوس بتاعته. طيب صاحب الفندق جه بقى تسلله كده هو وعياله، وحبوا ان هم ياخدوا وان فيزر، ياخدوا ريشة من الجولدن جوس. وصفناهم بايه؟ ان هم جريدي. طب انا نزلت عندك واخدت ايه؟ وحضرتك اخدت اجرة الفندق، الغرفة اللي انا نازل فيها في الفندق. ليه بتبص لحاجة مش بتاعتك؟ ينفع اخد حاجة مش بتاعتي؟ لا طبعا. فهنا ايه اللي حصل؟ ان هما لما جم عملوا كده، طبعا الإوازة دي مش إوازة عادية، دي إوازة ماجيك، حاجة كده سحرية. فاللي حصل ان هما stuck with the goose، ايديهم لزقت جوه في الايه الفيزرز، وبقى شكلهم مضحك بقى طول الايه طول الستوري. unlike his brothers، unlike معناها بخلاف او على عكس his brothers. the youngest son، الولد الاصغر not shared his bread with the old man. الولد الاصغر داملينج لما الراجل العجوز طلب منه اكل، هو شارك الاكل بتاعه بحزن، بغضب، بسعاده، باهمال. gladly، بسعاده. because of his kindness the youngest son was، بسبب الطيبة والعطف بتاعه الولد حصل له ايه؟ تمت مكافأته، rewarded. السؤال ده مهم جدا. rewarded يعني تمت مكافأته. تمام؟ طيب بعد كده true or false. the youngest son was sad to share his bread، كان زعلان ان هو بيشارك الاكل بتاعه مع الاولد مان. لا طبعا false. The feathers of the goose، الريش بتاع الإواز ده were made of pure gold، معمول من الجولد الخالص. of course. The hotel owner، صاحب الفندق وولاده الثلاثة were greedy، طبعا. Dumpling stay at a big hotel، قعد في فندق كبير at a busy market. هو كان فندق كبير يا ولاد؟ No, it was small. The golden goose had magical powers. الجولدن جوس كان عندها magical powers. Yes. إن اللي يلمسها stuck with it. What did Dumpling do with the old man؟ عمل إيه مع الراجل العجوز؟ هقول he shared. He shared. shared معناها شارك his food with him. السؤال الثاني what did the old man tell Dumpling؟ قال له ايه الرجل العجوز؟ قال ايه لدامبلينج؟ you will be rewarded، انت هتتكافئ. you will be rewarded، انت هتتكافئ. طيب what do you think of Dumpling behavior؟ يعني ايه behavior؟ يعني سلوك تجاه الرجل العجوز. احنا يا جماعة طبعا المفروض نحترم elderly people، الناس كبار السن. فلما حد كبير في السن يطلب مني حاجة حتى لو انا مش هقدر اعملها ارفض بأدب. فالولد ده عمل ايه؟ بيقولك ايه رأيك في السلوك بتاعه تجاه الرجل العجوز؟ هقول he is او he was kind، هو كان عطوف. and I liked his behavior، أنا عجبني السلوك بتاعه. I liked his behavior. What do you think of the hotel owner؟ إيه رأيك في صاحب الفندق هو وعياله؟ هنقول إن هما ناس جشعة. they are greedy. تمام؟
يلا بينا على choose. Okay, this is my favorite part. My role inside my برضو تاني بيكلمنا عن الرول، عن دوري جوه الأسرة. includes بيشمل ايه؟ not at the table. في collocations كده بتيجي مع بعضها. يعني مثلا حضرتك عندك set the table يعد المائدة. make the bed يرتب السرير. اوكي، دي collocation يعني مصاحبات، الكلمات بتيجي مع كلمات اخرى. فانا عندي هنا لقيت كلمة table وانت مغمض، حضرتك هتروح تاخد setting. We should all do our best to keep our home. لازم نبذل ما في وسعنا عشان نخلي البيت ايه؟ clean نظيف. My best friend عادل is not at age as me. هو في نفس سني عشان احنا الاتنين عندنا 14، عندنا 14 سنة، يبقى is the same age as me. Amal is my not at friend, so I trust her. أنا بثق فيها. يبقى هي صاحبتي الايه؟ المخلصة. loyal معناها مخلص. giving roles for everyone. إن أنا أوزع الأدوار، كل شخص ياخد دور in the family helps improve. ده بيحسن التيم work، لأن كلنا بنشتغل إيه؟ كلنا بنشتغل مع بعض. سؤال filling gaps. Making something that was hidden before known is to not eat. أخلي حاجة كانت مستخبية أخليها معلومة. يبقى أنا كده عملت لها إيه؟ كشفتها. كلمة يكشف يعني إيه؟ الكلمة دي مهمة وخطيرة. كلمة reveal. reveal معناها يكشف. رقم 2 the goose الإوز ده was not. it had some strange powers. ما كانتش إيه يا ولاد؟ طبعا reveal إحنا أخدناها، ما كانتش عادية. ليه؟ كان عندها strange powers يعني power غريبة. يبقى ordinary. ordinary معناها عادي. number 3 every family should plan its household what? household chores. يعني ايه chores؟ يعني شغل البيت. ودي على طول بيجي معاها do بتيجي مع chores لأن حاجات بتتطلب مجهود. يا سنة أولى الحاجة اللي بتبقى عايزة مجهود بحط قبلها do. الحاجة اللي بخترعها أو بعملها من أول وجديد and this is make. طبعا في exception لميك زي make my bed. أوكي، طبعا هو في امتحان الشهر بيجيب لحضرتك اللي ايه؟ اللي تشوز، بيبقى مركز أكتر على اللي تشوز وعلى الجزئية الجرامر. We all have good what? of playing with our friends at school. عندنا ذكريات حلوة من اللعب مع أصحابنا في المدرسة. يعني إيه ذكريات؟ memories. الفعل swap لسه قايله لك إن كلمة swap بتساوي كلمة، من الشاطر اللي يقول exchange معناها يتبادل. very good. The verb swap is the synonym نفس معنى كلمة exchange. number 3 our family usually not at surprise parties to celebrate our birthdays. يبقى العيلة بتاعتنا عادة بتجهز حفلات مفاجأة. يبقى organize معناها ينظم. الكلمة دي مهمة. at home يعني في البيت. It's my turn to not the dishes on Monday. هعمل ايه في الديشز؟ احنا في البيج اللي فاتت، في الصفحة اللي فاتت خدنا do مع dishes. هنا wash مع dishes برضو. wash the dishes. ننزل تحت. my best friend ليلى has been my closest friend. اوكي، هي صاحبتي قريبة جدا for 5 years بقالها 5 سنين. she's 13 عندها كم سنة؟ 13. the same not as me يعني ده نفس السن بتاعي the same age and lives near my house. ده هي في سني وكمان عايشة قريبة من البيت بتاعي. ليلى has not straight hair.
عندها شعر. اوصف الشعر ده. long straight hair. شعرها طويل. وstraight عكسها curly. straight يعني مفرود، curly معناها مموج. and bright وعينيها لامعة bright eyes. she is funny معناها مضحكة. and always not me up. عندك كلمة cheer me up معناها تبهجني. عارف انت الصاحب الفرفوش رزق؟ هو ده. يعني على طول بتضحك وجميلة وجوها حلو كده، فأنا هي صاحبتي أنا بحبها جدا. ليلى has one brother and a sister. so احنا كده خلصنا. في فراغات تاني؟ no. بعد كده بيقولك عندنا ايه تاني؟ عايزين تعالوا ناخد جزئية الجرامر دي، حلوة خالص. طيب this is my laptop. بص انا هفضل احللك بقى الجزء الملكية ده لما تزهق، يعني مش هنروح في حتة. طيب بيقول this is this is my laptop. ده اللابتوب بتاعي. كويس؟ طيب معنى ان انا استعمل mine يبقى mine دي هتيجي اخر الجملة. تمام؟ يعني اللابتوب هنا يبقى this، هذا اللابتوب يكون ايه؟ ملكي او بتاعي. محدش ذكي بقى يروح يعمل ايه؟ يستعمل ماي تاني. لا، عشان خلاص انا مش هينفع اقول this my laptop is mine. this is wrong. غلط. بعد كده عندنا ايه؟ عشان في هنا ايه؟ I own the car. قلنا own، has، possess. own، has أو have، possess، كل ده معناه يملك. I own the car over there. يعني العربية اللي هناك دي بتاعتي. استعمل كلمة belongs. تخصني أنا. يبقى أنا بتكلم عن العربية في الأول، يبقى that car، هذه السيارة اللي هناك دي مالها؟ belongs to تخصني أنا. أنا لو جت في آخر الجملة تبقى إيه يا حبايبي؟ تبقى مي. إيه مي دي يا مس؟ ده ضمائر المفعول. متعرفش؟ مش أنا قايلة لك في البيج اللي فاتت إن belong to يجي بعدها يا إما اسم يا إما ضمير مفعول. طب بليز يا مس ممكن تفكريني بيهم تاني؟ بين عيني. تعالى معايا. عندك كلمة I في آخر الجملة يا حبيبي يتغير شكلها. يا تيجي I في الأول وفي الآخر؟ لا طبعا، تبقى مي. عندك هي في الآخر تبقى his. الحاجة شي هتبقى her. it و you ولاد ناس، هما it و you. خلاص. عندك كلمة we تبقى us. كلمة they تبقى them. حلوة أوي. يبقى عندك them و us و it و you و her و his و me، كل دي اسمها ايه؟ ضمائر مفعول. يعني ايه؟ بتيجي بعد الفعل. آخر الجملة دي بتيجي بعد الفعل، اسمها كده ضمائر مفعول. اوعى تكون ضيعت الورقة والقلم. أنا قايلة لك من الأول ورقة وقلم معاك عشان في نوتس جنب الأسئلة هنكتبها، والنوتس دي هتخدمك جدا وأنت بتحل. بعد كده عندي رقم 3. this house، هذا المنزل is theirs، بتاعهم هما. قالك استعمل كلمة their. their. طيب هل احنا هنبدأ بيها؟ لا، عشان التي سايلنت. يبقى هنكتب this زي ما هي. house هيبقى مكانها بعد their. ادي their اهي. بصوا يا حبايبي انا بحل نمبر 3 اهي. طيب this انا بتكلم على البيت ده بتاعهم، يبقى their house. this ايه؟ this is. يبقى this is their house، ده البيت بتاعهم. بعد كده نمبر 4. this jacket belongs to me. belongs to me يعني يخصني، بتاعي أنا. حلو أوي. this jacket أنا مش عايزاه في الأول. ليه؟ عشان في هنا my دي إيه يا ميس؟ دي صفة ملكية. الصفة عايزة اسم. نقول تاني، الصفة عايزة اسم والاسم بيجي وراها. الصفة عايزة اسم والاسم بيجي وراها.
تمام؟ تعالى بقى نحل الجملة الحلوة دي. يبقى أنا هنا هبدأ بكلمة إيه؟ لا مش هبدأ بماي. ماي هنا المفروض يجي وراها جاكيت. تعالى هات الجملة من الأول بقى. ها، زيس هتنزل زي ما هي. أنا جاكيت خدته خلاص أهو يا ولاد. يبقى زيس أهي، وهنا ماي جاكيت حط في النص إز. يا ميس أنتِ قلت لنا إن belongs to تحل محل am أو is أو are. تمام؟ طيب is أو are sorry هنا يبقى this is my jacket. طب أنا عايزة أرجعها تاني. ها، this jacket belongs to me. هذا الجاكيت يخصني. تعالى بقى لآخر حاجة معانا يونت 9. يونت 9 ده يونت رائع رائع رائع. طحيني بيتكلم بقى عن الأكل والصوصات بقى والدنيا جميلة. طحيني is a thick. الطحينة دي عبارة عن صلصة، نوع من الصوصات بتدي فليفر حلوة للأكل. انت الطحينة دي ممكن تاكلها مع ايه بقى؟ مع سندوتشات الطعمية، ممكن تحط طحينة على الفول، ممكن الطحينة تبقى جنب بقى أسماك. خلاص، فالطحينة هي عبارة عن صلصة ولكن thick. يعني ايه thick؟ تقيلة شوية، سميكة. فأنا هنا بقول ايه؟ طحيني is a thick sauce. يعني ايه صوص يا حبايبي؟ صوص معناها صلصة. في space is made from sesame seeds. معمولة من بذور السمسم. الله، هي يبقى طحيني. Many people like adding. ناس كتير بتحب تزود. كلمة add معناها يضيف أو يزود. بتزود إيه عشان تدي الساندويتش salty taste، يعني طعم مملح. فأنا هنا بتكلم عن المخلل، صح كده؟ pickles. carefully. وفي هنا نقط. the bread before eating a sandwich. أنا عملت الساندويتش خلاص، لازم أعمل إيه؟ fold. very good. يبقى أنا هطبق الساندويتش عشان أعرف أكله. I know at my homework every evening. homework يجي معاها الفعل do. This is collocation and this is very important. مهمة أوي 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 تحفظ مين بيجي مع do ومين بيجي مع make. Can you not me a sandwich? Make me a sandwich. So make a sandwich, make my bed, do homework, do chores, do activities. يلا بينا. making a tasty and healthy falafel sandwich is quick and easy. إنك تعمل ساندويتش فلافل دي حاجة سريعة وإيه؟ وسهلة. First أولاً you need a loaf of bread. أنت محتاج لرغيف عيش، صح كده؟ And some fried فلافل وشوية طعمية محمرة. Then add fresh إيه؟ هنضيف فريش إيه؟ هنحط بقى tomatoes ولا tahini ولا delicious ولا cucumber ولا hot؟ هنحط فريش نقط ونقط and lettuce. احنا هنحط طماطم وخيار عشان الساندوتش ده يبقى جامد. يبقى tomatoes and cucumbers. طب لو انا حطيت cucumbers وtomatoes عادي. and lettuce. وكمان هنحط ايه يا ولاد؟ هنحط خس. next بعد كده pour. وده نيجي pour يعني هنصب. a little. ايه اللي هيتصب هنا بقى؟ طحيني. very good. هنحط طحينة صوص on top على الساندوتش من فوق. ما هيتبلع ازاي؟ في النهاية finally fold the bread. طبق الرغيف وبالهان أو الشفا and enjoy your delicious sandwich. delicious here. delicious يعني لذيذ. okay. طيب يلا بينا على اللي تشوز الهايل. every morning الواد مازن نقط his bed before school. ايه ده؟ انتي لسه قايلة يا ميس يرتب سريره يعني ايه؟ excellent makes his bed. هبة نقط with some housework to keep the home tidy. خلي بالك ان عندك الفعل help على طول يجي معاه with، يعني بيساعد فيه. help with help with help with help with help with يعني بيساعد فيه. he helps me with my homework. I help my mom with the housework. يبقى كلمة helps بتيجي معاها كلمة with. help with يعني يساعد فيه. This is very important.
My sister's job is to not the dishes. dishes يجي معاها wash أو do، عادي الاتنين شغال. تمام؟ طيب doing housework helps me keep the home. طب لو أنا بساعد في البيت غير لما يكون واحد بس هو اللي شايل البيت كله، كلنا نساعد، يبقى الناتج إن البيت كله على طول نضيف ومرتب. أوكي، يبقى ده keep the home إيه؟ بيخلي البيت نضيف. The kitchen is very tidy. المطبخ مرتب وجميل بعد ما هبة غسلت الأطباق. كلمة antonym يعني مضاد كلمة tidy عكسها إيه يا أولاد؟ عكسها messy يعني فوضوي. يلا بينا على الشغل الجامد. بص يا حبيبي، بيقول لك نادر owns this bike. يعني الواد نادر الدراجة دي بتاعته، يمتلك هذه الدراجة. المفروض ان احنا نستعمل كلمة نادرز دي، ممكن تتحل بطريقتين. هنعمل ايه؟ هقول ان هذه الدراجة this bike تكون ملك لنادر، وهحط عم نادر هنا نادرز. واحد ناصح بقى يقول لي ايه؟ يا ميس نادر اوله حرف الان كابيتال يبقى نحطها في الاول. يا حبيبي هي في اي حته في الجمله عشان هي اسم شخص لازم هتبقى اول حرف كابيتال. يبقى this bike is نادر's، وممكن اقول this is نادر's bike عادي جدا شغال. هذه تكون دراجة نادر. Number 2 fresh coffee has a nice smell. القهوة الطازة ليها ريحة nice. اوكي طيب استعمل كلمة of. الجملة دي حلوة قوي. انا بقول fresh coffee يعني قهوة طازة عندها nice smell. احنا اتفقنا ان الجماد ما بحطش معاه apostrophe s، ما ياخدش اس الملكية. انا عايزه اقول المقبض بتاع الباب the door handle، مش هقدر اقول the door the handle، غلط. عايزه اقول مثلا شاشه الموبايل، هقول موبايل سكرين، مش هقول موبايلز سكرين، ما بحطش apostrophe اس لان ده جماد. ها طيب، ولكن احنا مش عايزين نستعمل الطريقه دي، عايزين نستعمل كلمه of. اعمل مقص. تعال نشوف نتعمل الحكايه دي ازاي. هقول this is a nice smell of the fresh coffee. هذه تكون الرائحة الجيدة للقهوة الطازة. يبقى احنا كده لما يكون عندي fresh coffee وهنا في has a nice smell، عايزة استعمل كلمة of. هنعمل لازم اجيب النايس smell قبل كلمة fresh coffee. بعد كده يبقى دي ايه؟ دي number 2. number 3 the teachers المدرسين يمتلكوا these cars هذه السيارات. استعمل the teachers. طيب تعالى كده اقول لك على معلومة مهمة. انت عندك teacher دي كلمة teacher مفرد، اجي احلها ازاي؟ هنيجي عند كلمة the teacher ونشوف لما تبقى مفرد هتبقى ازاي ولما تبقى جمع ازاي. طيب teacher وهي مفرد عادي احط بعدها apostrophe s واكمل teacher's room، دي غرفة مدرس واحد. طب لو انا عندي teachers teachers جمع صح كده؟ هنكتفي بان احنا نضع apostrophe ومش هحط هنا اس ملكية. لا، يبقى teacher's room. ماشي؟ طيب يبقى احنا بنتكلم على the teacher's room. طبعا the هنا جايه small، يبقى انا هقول هذه، يبقى these are
ده السؤال رقم 3 يا حبايبي. These are the teacher's room. هنا course sorry. These are the teacher's course. تمام؟ ما شاء الله عملنا خريطة. طيب هنجهز لنفسنا مكان كده سوري. عملنا لنفسنا مساحة. تعالى بقى نستعمل ايه؟ القلم الجميل. ونمبر 4 رقم 4 بيقول the table has a broken leg. التيبل جماد و broken leg يعني رجل مكسورة. عايزين نستعمل of the table. هو جايب ايه الأول يا ولاد؟ بص كده الجملة بيقول لك the table الترابيزة. الترابيزة مالها؟ has فيها a broken leg. حلو. يبقى أنا عايزة أتكلم على حاجة بتاعة الترابيزة. يبقى هقول this is the broken leg. يبقى دي الرجل المكسورة بتاعة مين؟ of the table. تمام؟ طيب بعد كده عندنا ايه يا حبايبي؟ عندنا الفيلينج جابس. تعالى نكمل. بسم الله. بيقول مروة، بس هنا التصوير شوية مش باين. مروة is talking about her daily routine and her family's chores. مروة بتتكلم عن الروتين اليومي بتاعها والchores شغل البيت بتاع العيلة. يقول إن every morning كل يوم الصبح she not at her bed. حلوة أوي. إحنا دلوقتي قلنا her bed بيجي معاها كلمة make. يبقى الست دي بتعمل إيه؟ make her bed الساعة 7 AM. AM الصبح PM بالليل. And then gets ready for school. كلمة get ready for يستعد لي. احفظ التركيبة دي مهمة أوي. After classes بعد ما بتخلص الحصص بتاعتها she comes home بترجع للبيت and not with some housework. لسه قايلين من شوية يلا حبيبي help with يساعد فيه. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنحفظ كده الكلام. يبقى help with ناخد كلمة helps with some housework so the home stays tidy. البيت بيفضل مرتب. Her brother نادر أخوها نادر not the dishes. نادر بيعمل إيه؟ washes. very good. يبقى ناخد wash نحطها هنا. وبعدين مروة does her not to stay healthy and strong. do exercise. do exercises يعني بتمارس تمارين رياضية. exercises. يبقى do بتيجي مع مين؟ مع exercise. تمام. أتمنى تكون متابعيني يا سنة أولى. إحنا كده في الفاينل يعني بنخلص. طيب. We made a note before starting the preparation. إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل قائمة بالتجهيزات والحاجات اللي إحنا المفروض إيه؟ نعملها. يبقى we made a list. يعمل قائمة before starting the preparations اللي هي التحضيرات. Number 2 my sister helped me. أنا أختي ساعدتني not at the living room. بتساعدني أعمل إيه؟ help me with balloons بالبالونات. يبقى أنا هزين المكان. يبقى أنا هعمل إيه؟ decorate معناها يزين. طيب number 3 we hang بتساوي put up يا حبايبي. put up hang بتساوي put up بس هو هنا جايب الماضي بتاعها اللي هي hung. طيب we hung a big birthday note on the wall. حطينا banner. عارفين البانر؟ يعني بتبقى زي قماشة كده أو حاجة لوحة بنكتب عليها أو بنلزق عليها صور بنكتب عليها حاجة. طبعا birthday إيه؟ banner. كلمة banner كلمة مهمة جدا. Everyone worked together to do a quick. بنعمل quick clean up. بنعمل تنظيف سريع. اوكي.
عمر was not when we shouted happy birthday. يبقى عمر اتفاجئ. يعني ايه اتفاجئ؟ surprised. very good. last Friday قال لك الجمعة اللي فاتت our family العيلة بتاعتنا prepared a birthday party for my cousin عمر. عملوا ايه؟ عملوا حفلة عيد ميلاد ل my cousin ابن عمي عمر. هنبدأ نحكي بقى عن التفاصيل. فبيقول in the morning الصبح my mother and aunt wrote a note of what we needed. أول حاجة يا جماعة هنكتب list. هنكتب قائمة بالحاجات اللي احنا عايزينها. طيب عايزين ايه؟ decorations, snacks, juice and a birthday cake. في البيت بقى at home we started to note the living room. عملنا ايه؟ we started to decorate the living room. we made a big birthday كذا and did a quick time. احنا هنا في ممكن نحط هنا في رقم 2 decorate او clean up. هل احنا بدأنا نزين ولا ننظف الليفينج روم؟ هنا did a quick. احنا هنحتاج clean up هنا. عشان كده مهم قوي ان حضرتك تقرا القطع على بعضها. did a quick clean up عملنا تنظيف سريع. يبقى احنا هنا هنعمل decorate. we started to decorate the living room. بدأنا نزين الليفينج روم فعملنا big birthday ايه؟ banner. and did a quick clean up وكمان عملنا تنظيف سريع. تعالى نحل دي الصراحة جميلة. تعال نبص كده. بيقول عمر was very. أنا عايزة أوصف عمر يا ولاد صح؟ فأخد الكلمة دي هحط آخرها إيدي. هي أصلا آخرها إيه فهزود لها دي. عمر was very surprised when he saw the decorations. لما شاف الديكوريشنز. رقم 2 my sister helped me. help يأتي بعدها مصدر يبقى decorate. يبقى ساعدتني في تزيين الليفينج روم. families come together to وراها مصدر يبقى هنشيل ing to celebrate. everyone worked together to do a quick clean up. quick clean up بتعمل تنظيف سريع برضو هنشيل الاس. نيجي للصفحة اللي بعدها. طيب الهدف من الأسئلة الكتير إن أنت تاخد بالك كويس من الفوكابس وتاخد بالك من الجرامر. إن شاء الله يبقى الفيديو ده كافي لإنك تكون ذاكرت كويس. We made a colorful birthday and hang it on. وعلقناه على الحيطة. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا banner. very good. عمر was really what when he saw all the balloons and cake. يبقى عمر كان ايه؟ كان surprised. كان مندهش. before the party قبل الحفلة we wrote كتبنا ايه يا ولاد؟ of snacks, decorations and drinks. يبقى احنا عملنا list. we wrote a list. الجزئية بتاعة الجرامر بيقول لك the bag of Sarah is blue. الشنطة بتاعة سارة is blue. يبقى سارah's bag هنشقلب هنجيب سارة. هو عايزها في الأول. Sarah's bag is blue. الشنطة بتاعت سارة لونها أزرق. The advice of my parents. النصيحة بتاعت my parents يبقى my parents advice. ليه حاطين هنا apostrophe ومفيش هنا اس تانية؟ لأن دي جمع منتظم. عايزة أقولك على حاجة جميلة أوي. في عندك اس apostrophe دي بيبقى قبلها جمع منتظم. يعني ايه يا ولاد؟ يعني أقولك boys bags شنط الأولاد. خلاص؟ ده جمع منتظم. يعني ايه جمع منتظم؟ يعني جمع أصلا بياخد اس. فده لما هاجي اعمل الملكيه بتاعته هكتفي بالابوستروفي ومش هحط بعديها بعد الابوستروفي اس تاني. تمام؟ طيب لو انا عندي جمع غير منتظم زي من معناها رجال. دي عادي ده جمع غير منتظم. جمع غير منتظم ده يبقى نعمل فيه ايه؟ نجيب بعديه ابوستروف اس عادي جدا. when I say men's wears ملابس رجالي. خلاص؟ فهنا احنا بنحط apostrophe اس عادي جدا. الكلام ده كله عايزين نستعمل معاه of. يبقى my parents اهي
هتبقى my parents. هو عامل لك الام كابيتال عشان تبدأ بيها. my parents advice is helpful. is helpful. النصيحة بتاعت والدي مفيدة. طيب تعالوا نحل بعض اللي تشوز. Sarah does her daily what؟ عملت الديلي ايه to stay strong عشان تفضل قوية وبصحة جيدة، يبقى عملت تمارين. وقلنا كلمة exercise يجي معاها do، قلناها في البيج اللي قبل دي. Neither always ناقص dishes، قلنا dishes بيجي معاها الفعل wash أو الفعل do، الاتنين صح يا حبايبي. مروة likes to keep her room and homework بتخلي الواجب الغرفة بتاعتها والواجب نقط every day organized. طيب ينفع clean؟ لو كانت room بس، لأن مش هينفع أخلي الهوم work clean النضيف يعني ما تعملش ولا إيه، no. فهنا organized معناها منظم، الكلمة دي مهمة. طيب بعد كده هنستعمل my sisters. تعال نشوف. قالك التليفون بتاع أختي is ringing يعني إيه ringing؟ بيرن. طبعا في كده نوع من إخواتنا المحترمين، أي تليفون يرن اجري، بتاعنا مش بتاعنا اجري رد، لأ. هنا my sisters أنا بتكلم على التليفون بتاع أختي صح؟ يبقى هنعمل apostrophe s بعدها كلمة phone. my sister's phone. ماله التليفون بتاع أختي؟ بيرن is ringing. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ والله. المتاحف بتاعة لندن يبقى هي London's museums، يبقى London's museums. المتاحف بتاعة لندن مالها are famous. اوكي. طيب تعالوا نشوف حبة تشوز حلوين، يلا بينا. families gather. الله، كلمة gather تاني gather to نقط special occasions like birthday and holidays. طيب gather يعني اسمع كده get together أو bring together، يبقى get together بيجتمعوا عشان يحتفلوا بالمناسبات وأعياد الميلاد والأجازات. doing chores، احنا قلنا chores اللي هو شغل البيت. together helps make the home look، بيخلي البيت شكله tidy. very good. tidy يعني مرتب. مروة family عيلة مروة work together to what؟ عمر on his birthday with a party. عشان تفاجئ عمر to surprise عمر. يلا أسئلة الريرايت. the toys of the children يبقى the children's. very good. toys. the children's toys مالها are in the living room. are in the living room. ونكمل. the homework of yesterday belongs to علي، يبقى علي's homework. علي's homework هعملها لك بطريقة أسهل من دي عشان دي كده هتبقى لفة جامدة. طيب ممكن نقول this is، هذا يكون علي's yesterday homework. ده واجب علي بتاع امبارح. احنا كده يا حبايب قلبي حلينا ما شاء الله كمية سوبر محترمة. تعالوا نحل شوية ستوري. يلا. بيقولك why do curious people، curious يعني فضولي، عنده حب استطلاع عايز يعرف.
Why the curious people gather at the hotel? ليه الناس اتجمعت عند الفندق اللي كان نازل فيه الواد دامبلينج والوزة بتاعته؟ To meet دامبلينج عشان يقابلوا الحاج دامبلينج، ولا to steal money عشان يسرقوا فلوس؟ To see the golden goose يتفرجوا على الوزة؟ To feed the children يأكلوا الأطفال؟ هتبقى إيه طبعا؟ number B. What happened when the eldest son eldest اللي هو الولد الكبير touch the goose؟ أول ما لمس الجوز إيه اللي حصل؟ he ran away طلع يجري got stuck يعني لزق فيها فضل أكلها hide it hid it يعني خباها لا ده لزق فيها he got stuck. Who followed Dumpling when he left the hotel؟ مين اللي مشي ورا Dumpling لما ساب الفندق؟ the hotel owner, 3 children, curious villagers, his friends. مين؟ ال 3 children. How did people react؟ ازاي الناس اتصرفت او كان ايه رد فعلها when they saw Dumpling walking down the road؟ لما شافوا Dumpling مع الإوزة والناس لازقة طبعا كلهم قعدوا ايه؟ yes they laughed ولا they ignored them تجاهلوه they cried قعدوا يعيطوا they chased them طلعوا يجروا وراه لا they laughed. طيب the goose had golden feathers الجوز الإوزة عندها ريش ذهبي صح ولا لأ؟ طبعا true. Only the eldest son got stuck to the goose الولد بس ال eldest الكبير هو اللي لزق no ده كل العيال لزق Dumpling was unaware that the children were stuck to the goose كان غير واعي بإن الولاد دول لازقين في الجوس yes. People loved when they saw Dumpling and the children walking down the road الناس كانوا ايه بيضحكوا الناس كانوا بيضحكوا. طيب على هنا كده نعمل الاكتيفيتي الحلو ده بيقول making a mixed cheese pizza is easy and fun. احنا دلوقتي يا جماعة هنعمل بيتزا ركزوا بقى عشان تطلع حلو. فأولا prepare the dough يعني العجينة هنجهز الايه العجينة اوكي and let it rise for 30 minutes دخلها الفرن اخليها تستوي 30 دقيقة بعد كده roll it out in a round shape هنخليه شكلها مستدير and spread nut on top هنحط ايه على الوش الصوص صح كده يبقى صوص number 1 then add mozzarella نوع من الجبنة cheddar والcheddar نوع من الجبنة برضو and feta cheese نوع ثالث من الجبنة okay to make it creamy and rich تبقى دسمة كده بتمط okay طيب after that put a few nuts for extra flavor هنحط شوية spices معناها توابل very good for extra flavor عشان تديني نكهة زيادة في النهاية bake the pizza حضرتك هتدخلها الفرن تاني in a hot oven for 15 لمدة 15 دقيقة minutes اوعى تنسى الوصفة دي بقى اوكي يلا بينا ما تزهقش احنا بنخلص اهو باسم and his mom are making pancakes who love pancakes مين بيحب البانكيك me together in the kitchen first they prepare بيجهزوا ايه البانكيك بيبقى عايز المكونات الاول اجهزها عشان الوصفة يبقى ingredients معناها مكونات باسم helps by mixing everything well باسم بيساعد بانه بيخلط الحاجات مع بعضها and make sure بيتأكد ان he not slowly اوكي طبعا بيخلط الحاجات مع بعضها يعني بيقلب اوكي stir and he sure he stirs يعني بيقلب المكونات
Next mom add the butter into the pan. I think is a butter. the butter into the pan يعني هي بتعمل ايه؟ هتصب بقى الحاجات دي كلها في الطاسة، يبقى pours. They add the pancake when it is ready. بيعملوا ايه؟ they بيخبزوها when they eat ready. بيخبزوها. طيب يلا بينا. بيقول making scrambled eggs. Scrambled eggs is easy and quick. First احنا عايزين 3 بيضات 3 eggs little milk، وعايزين شوية ملك قليلين، وعايزين salt و butter يعني زبدة. Break the eggs into a bowl. هنجيب باول ونكسر فيها البيض. بعد كده هنحط معلقتين من اللبن، يبقى 2 ايه and 2 spoonful of milk and a little salt وشوية ملح صغيرين. Mix everything well with a fork. بعد كده put some butter. احنا عايزين نقول بعد كده صح كده then، وهنا كان في first يبقى احنا محتاجين next. Put some butter in a pan and heat it. هنحط زبدة في طاسة ونسخنها. When the butter is hot لما تسخن الطاسة pour in the eggs. Don't make the heat too high. Okay. In the eggs slowly. يبقى هنصب ببطء. Don't make the heat too high. Add the eggs gently as they cook. Stir. Stir يعني هنقلب وهو بيستوي. حلوة الوصفة دي. ختامها مسك بقى. chocolate. Making a chocolate cake is fun. طبعا دي سلسلة من الوصفات. Okay, making a chocolate cake is fun and delicious. First, heat the oven and prepare a cake pan. Mix the flour, sugar, cocoa powder and baking powder in هنخلط كل ده فين؟ in a bowl. Okay? In another bowl, with bowl تانية, put the eggs, milk, butter, then combine with the dry ingredients. هتخلطها مع المكونات الجافة. المكونات الجافة دي اللي هي الدقيق بقى والبيكنج باودر والحاجات دي. هنصب الزبدة into the pan and bake for 30 minutes. وهنعملها نخبزها لمدة 30 دقيقة. وفي النهاية let the cake cool and خليه يبرد and add a chocolate frosting on top. وهنحط بقى الشوكولات على السطح بتاعها. بيقول making a tasty and healthy falafel sandwich is quick. ان احنا نعمل ساندوتش فلافل ده حاجة سريعة. First you need a loaf of bread, some fried falafel, salad, tahini sauce. Put the bread on a clean plate, then open it carefully and place pieces of falafel inside. هنحط بقى 3 ولا 4 فلافل inside. Okay, هنقول مثلا 3. This is number 1. Add some chopped tomatoes. هنحط بقى طماطم تاني وديها خيار وكمان معانا خس and lettuce. بعد كده pour the little tahini. هنحط بقى صلصة الطحينة and a spoonful of pickles ومعلقة مخلل كده على على الساندوتش. في الآخر fold the bread and enjoy your sandwich واستمتع بالساندوتش بتاعك. تمام؟ طيب يلا نحل. My sister helped me at the living room with balloons. طالما الموضوع فيه بالونات يبقى احنا بنزين يا ولاد. Decorate. Number 2 عمر was not when we shouted happy birthday. Was surprised. طبعا الحاجات دي متكررة حليناها فوق. Families come together to not special moments to celebrate.
يعني إيه celebrate؟ عشان تحتفل باللحظات الخاصة. My sister always not at her bed in the morning. ها بنعمل إيه في السرير؟ بنرتب السرير so make her bed. We not exercise at the gym. قلنا exercise يجي معاها do. Wash the dishes after cooking to keep the kitchen. ها نخلي الكيتشن إيه؟ clean. My grandmother always says. مامتي دايما بتقول don't rush not good food takes. Don't rush not good food takes what? Takes time. takes time معناها ما تستعجلش، الأكل الكويس بياخد وقت.